السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هحكي لكم قصة من أعظم القصص اللي ذكرت في القرآن الكريم. ربنا عمل ليها صورة لوحدها من كتر ما المعجزة اللي حصلت فيها معجزة عظيمة جدا. القصة دي بتبين إن ربنا عمره ما هيتخلى عن عباده المؤمنين اللي بيختاروا دايما طريق الحق. كمان بتبين قدرة ربنا العظيمة في الإحياء والبعث. القصة دي هي قصة أصحاب الكهف. بس قبل ما أبدأ القصة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وأحسن حاجة نبدأ بيها فيديو النهاردة هي الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. زمان كان في بلد بعيدة كل أهلها بيعبدوا الأصنام، بلد انتشر فيها الظلم والضلال. كل أهلها حرفيا بينكروا وجود ربنا وبيعبدوا الأوثان اللي لا بتضرهم ولا بتنفعهم. حتى الحاكم بتاعهم كان حاكم ظالم، وكان دايما بيدعوهم لعبادة الأصنام، ودايما يتوعد ليهم لو فكروا حتى إنهم يعبدوا ربنا. وسط الضلال ده كله كان في مجموعة شباب. الشباب دول قرروا إنهم يمشوا على طريق الحق، وقرروا إنهم يعبدوا الإله الواحد ربنا، وقالوا إن ربنا هو الوحيد اللي يستاهل إننا نعبده، رب السماوات والأرض، مش شوية أصنام معمولين من الحجارة لا بيضروا ولا بينفعوا. ولكن طبعا إيمانهم ده كان في السر، لأن لو اتعرف أكيد نهايتهم ومصيرهم هيكون الموت. لكن في وقت من الأوقات اتعرف إن الشباب دول مؤمنين بربنا وإنهم ما بيعبدوش الأصنام زيهم، وهنا الناس كلهم وأهلهم وأصحابهم بدأوا يقنعوهم إنهم يتركوا عبادة ربنا وإنهم يعبدوا الأصنام زيهم. لحد ما الحاكم عرف المعلومة دي وعرف إن في مجموعة شباب بيعبدوا ربنا، فأمر جنوده إنهم يحضروا الشباب دي ليه. وهنا حاول إنه يهددهم إنهم لو ما تركوش عبادة ربنا ورجعوا يعبدوا الأصنام مرة تانية أكيد هيكون مصيرهم الموت. ولكن الشباب دول فكروا، هل هم مستعدين إنهم يتركوا عبادة ربنا مقابل عبادة الأصنام وإنهم يحافظوا على حياتهم؟ وكانت الإجابة لأ. فقرروا إنهم يهربوا من البلد دي ويروحوا لأي مكان بعيد يقدروا يعبدوا فيه ربنا زي ما هم عاوزين. وفعلا هربوا من البلد دي وفضلوا ماشيين لحد ما لقوا كهف في جبل بعيد، كهف مخفي وشكله آمن ومحدش هيعرف إن هم وصلوا ليه. وهنا قرروا إن هم يدخلوا الكهف ده، وفضلوا يدعوا ربنا إنه يحفظهم وإنه يرحمهم برحمته وإنه يدلهم على طريق الحق. وهنا دخلوا الكهف علشان يستريحوا في شوية، وقرروا إن هم يناموا كده كام ساعة يرتاحوا فيهم. ولما ناموا حصلت المعجزة إنهم ما ناموش ساعة أو 2 أو حتى يوم أو 10. مجموعة الشباب دول ناموا 309 سنة. انت متخيل الرقم؟ يعني 3 قرون وزيادة عنهم كمان ب9 سنين. 309 سنة الدنيا فيهم بتغيرت 180 درجة. بيوت اتبنت وبيوت اتهدمت، ناس اتولدت وناس ماتت، وحياة اتغيرت 180 درجة. لكن الشيء الوحيد اللي فضل ثابت في 309 سنة هم أجسام الشباب دول، أجسامهم اللي ربنا حافظ عليها، وكان بيغير وضعهم ويقلبهم من اليمين للشمال علشان أجسامهم ما تفسدش. حتى الكلب بتاعهم اللي كان قاعد على باب الكهف بيحرسهم. المعجزة مش بس إنهم ناموا 309 سنة وصحيوا بعدها، المعجزة ربنا حافظ على أجسامهم لدرجة إن لو كان حد شافهم كان هيحس إنهم صاحيين مش نايمين. وبعد 309 سنة الحياة اتغيرت تماما. أهل المدينة آمنوا بالله، حتى الحاكم مات وجه حاكم مكانه كان مؤمن بربنا. وهنا ربنا قرر إنه يخلي الشباب دول يصحوا منهم، وفعلا صحيوا بعد 309 سنة. لكن وقتها ما كانوش عارفين هم ناموا قد ايه. منهم اللي قال نمنا يوم،
ومنهم اللي قال نمنا بعض يوم. لكن اللي كانوا عارفينه في الوقت ده إنهم جعانين جدا، فقرروا يختاروا حد منهم ينزل المدينة يشتري لهم أكل. وواحد منهم قرر ياخد العملات اللي معاهم وينزل السوق بتاع المدينة يشتري لهم أكل، لكن حذروه إن لو جنود الملك شافوه هيمشوا وراه وهيوصلوا ليهم، وهنا مصيرهم هيكون الموت. نزل الشاب ده المدينة وراح على السوق علشان يشتري أكل. لما جه طلع العملات اللي معاه للراجل، الشخص اللي كان بيبيع قاله: انت جبت العملات دي منين؟ رد عليه الشاب وقال له ان العملات دي اللي بيتعاملوا بيها هنا في المدينة. الراجل ضحك وبصله ومسك العملات وقال له ان الملك اللي صورته على العملة دي مات من مئات السنين، وجه دلوقتي مكانه حاكم مؤمن بربنا، والمدينة كلها دلوقتي آمنت بالله. فالشاب استغرب وحكاله قصته، والراجل خده وراح على الملك، وهناك الشاب حكاله قصته هو وأصحابه اللي منتظرينه في الكهف. وهنا الملك خده هو وجنوده وراحوا على الكهف، والناس كانت معاهم، وكلهم شافوا أصحاب الكهف وصدقوا المعجزة بتاعت ربنا، المعجزة اللي كانوا منبهرين منها. ازاي ربنا أنامهم 309 سنة وبعد كده صحيوا ولا كأن أي حاجة حصلت، حتى هيئتهم ما اتغيرتش. وبعد ما القصة انتشرت والناس كلهم عرفوها، مجموعة الشباب دي ربنا توفاها. وبكده نكون خلصنا قصة أصحاب الكهف. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وأحسن حاجة نختم بيها الفيديو هي الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.